بدعوة واحدة تغير مصير فقير وهو لا يدري. على قارعة الطريق جلس رجلان كفيفان. الأول كان يرفع يديه للسماء ويقول: يا رب ارزقني من فضلك الواسع. والثاني كان ينادي: يا رب ارزقني من فضل زوجة الملك. كانت زوجة الملك تمر بهما كل يوم، فتعطي الأول درهمين وتعطي الثاني دجاجة مشوية وفي داخلها 10 دنانير ذهبية. لكن الغريب أن صاحب الدجاجة كان يبيعها كل يوم لصاحبه بدرهمين وهو لا يعلم الكنز الذي بداخلها. وبعد أيام سألته زوجة الملك: أما أغناك عطاؤنا؟ قال: لا، كنت أبيع الدجاجة كل يوم. فابتسمت وقالت: أردنا أن نغنيه من فضلنا، لكنه أبى إلا أن يطلب الرزق من غيرنا. تذكروا دائما: من وثق بالله كفاه، ومن ركن إلى الناس أضناه. وإن راقت لك العبرة يسعدنا دعمك بالاشتراك.